سيدنا موسى مش بس كان قدام بحر وفرعون وراه، ده كان قدام اختيار وجودي، إما ينهار من الخوف والضغط أو يثبت إيمانه حتى وهو شايف الطريق مسدود. وده مش مجرد تحدي خارجي، ده امتحان داخلي. هل الثقة في ربنا ممكن تتعدى منطق العقل؟ هل اليقين يفضل حي لما كل حاجة حواليك بتقول خلصت؟ اليأس مش دايم، هو حالة مؤقتة بتمهد للفتح. في اللحظة اللي الناس قالت فيها إنا لمدركون، يعني هنقع، اتأخرنا، مفيش مهرب، كان رد سيدنا موسى مش استسلام، لكن كان يقين. كلا إن معي ربي سيهدين. لاحظوا كلمة كلا دي رفض كامل لفكرة اليأس حتى لو الظاهر بيقول كده. الجميل هنا إن الفرج جه من حتة مستحيلة، البحر اللي هو دايما رمز للحد أو للحاجز بقى هو الطريق. وده بيقول لنا أوقات كتير الحاجات اللي بنخاف منها هي اللي بتفتح لنا أبواب النجاة. واحنا زي سيدنا موسى في مواقف كتير لما بنكون متخبطين بين ضغوط الحياة وقرارات صعبة ولحظات فقد أو حزن، وبيجي صوت في العقل يقول كل حاجة واقفة، مش عارف أكمل. بس ربنا بيعلمنا من القصة دي إن اللحظة اللي بتحس فيها إنك لوحدك هي اللحظة اللي ربنا بيقرب فيها أكتر، مش دايما بالشكل اللي تتوقعه، لكن دايما بالحكمة اللي تحتاجها. وعمق القصة مش في المعجزة نفسها بس، لكن في الاستعداد النفسي لقبول الفرج. سيدنا موسى كان مستعد، قلبه مفتوح، عنده يقين سابق. ولما ربنا قال له اضرب بعصاك البحر، ما ضربش وهو بيقول يمكن تنجح، ده ضرب وهو عارف إن الطريق هيظهر، لأن صاحب الطريق معاه.